الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو يخبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بانسحاب بلاده من إفريقيا للمحليين في الجزائر 2023، ويهدد في حالة تنظيم منافسات كأس إفريقيا للكبار في الجزائر 2025 لن تشارك الكاميرون لأسباب أمنية، ويفضل سلامة اللاعبين والجماهير الكاميرونية على المجازفة في المشاركة. في الجزائر الكرة اختلطت بالعنف ولم تعد لعبة ترفيهية فقط في سنة 2022 وحدها. اعتداء على أطفال المنتخب المغربي في الجزائر، حرب مع الكاميرون وغامبيا بسبب مباراة، تهديدات من الجزائر للكاميرونيين بالقتل. والأخطر من ذلك هناك قتالات بين جماهير الأندية الجزائرية وأخرها كان في مدينة قسنطينة وادت لإراقة الدماء، وهي نفس المدينة التي سيلعب فيها المغرب مبارياته، كما تم رمي الحجارة على لاعبين وجماهير المنتخب الغيني والنيجيري في مباريات ودية بملعب مدينة وهران، وأنباء على أن أغلب المنتخبات ستنسحب لظروف أمنية.